السلام عليكم. قبل لا نحكي لكم هذه القصه، الا عجبكم المحتوى ديالي كتبوا لي شي كومونتيرات زوينين وتابوناو عندي. الله يجازيكم بخير. هذه القصه تتكلم على واحد البنت. هاد البنت عايشه في واحد الباديه، هي وعائلتها، باها وامها وواحد جوج خوتها صغار منها، وهما عائله فقيره ما عندهمش، تيخدموا في الفلاحه تما في الباديه، واللي جابوها تيصرفوها. هي كانت تتقرا، ملي لقات باها تغلب في المصروف وداك الشيء، وهي تقول حيد نخرج ونمشي نبقى نعاون با. هي هذيك خرجت من القرايه، مشات تتعاون باها في الفلاحه. واحد النهار فكرات باش تمشي تخدم في واحد الشركه كاينه تما قريبه ليهم ديال الفلاحه نيت. وهي تمشي قبلوها، بدات تخدم عندهم. البنت ما تخدم مزيان وعارفه الفلاحه وداك الشيء، عجباتهم كثرت ما تتخدم وخدمتها زوينه، وهما يديروها كابرانه على البنات اللي تيخدموا تما معاها. بقات كواك والمصروف ديالها طالع. المهم بدا تيطلع شويه، تتعاون باها بالمصروف، تعاون خوتها تكسيهم تثبطهم. واحد النهار هما يجيو واحد الوفد من الطاليان، جا تما مختص بالفلاحه، حتى هما عندهم الشركه تما في الطاليان ديال الفلاحه. جاو تما بغاو يديو البنات غير اللي تيعرفوا يخدموا، من بيناتهم هي. البنت فرحات قبلات دغيا، فرحات مشات عند والديها، قالتها ليهم، فرحوا ليها والديها، قالوا ليها الله يسخر لك بنتي، صافي سيري. مشات تدير وريقاتها، دارت الباسبور ديالها. ملي جا الوقت فاش تمشي، تجمعوا هما البنات اللي كانوا غاديين، صافي مشاو داوهم معاهم للطاليان. تما عندهم الخدمه زوينه، تيخلصوا مزيان، الماكله من عندهم، السكن من عندهم. المهم جاتها فرصه زوينه. هي هذيك بقات عايشه تما خدامه. واحد النهار دوك البنات مع كانوا تيخرجوا وشافوا واحد مطعم بسيط ديال شي مغربي تيدير الاكلات المغربيه. قالوا ليها واش تمشي معانا، راه كاين واحد المطعم مولاه مغربي تيدير الاكلات المغربيه. قالت لهم واخا. مشات معاهم داك المطعم، تياكلوا عنده وتيبقاو باركين ويهضروا معاه ويجبدوا المغرب وحوايج المغرب زوينين، ويبقاو يضحكوا. ويبقى تبان له النوامر هي وياه، وبقاو تيتعرفوا على بعضياتهم اكثر، حتى ولاو يبغيو بعضياتهم. واحد النهار هو يقول لها بنت الناس، انا ما بغيتش زعما نبقاو هكا، واش ممكن ملي نهبطوا المغرب في العطله نتزوجوا؟ قالت لي صافي واخا. ملي جا وقت العطله هبطوا للمغرب، هي مشات لدارهم، هو مشى لدارهم، قالها لوالديه. جا هي حتى هي قالتها لوالديها، جا والديه خطبوها، تكاتبوا، داروا حفله غير بسيطه، صافي. ملي وصل الوقت سالة العطله مشاو للطاليان، بداو تيفكروا خصهم يأسسوا أسرة، خصهم يولدوا وليدات، خصهم يديروا، ما يبقاوش غير خدامين تما في الغربه وما دايرين والو. بداو تيفكروا يشريو شي ارض في تما في هنايا في المغرب ويبنيوها ويديروا شي مشروع. صافي داكشي علاش اتفقوا. هي بدات حملت بالولد الاول، مع الخدمه بعيده ليها على الدار. قالتها لي، قال لي واش تيش غنديروا، غادي تجي غتطلقي ديك الخدمه، ما تبقايش خدامه فيها، غادي تخدمي معايا في هذا المطعم، منها نكبروه. قال لها مع تيخدموا عندي الدراري والدريات وما يعني هو ما تيصبر ليهم، هما ما تيصبروا ليه، صافي تيخرجوا. قال لي اللهم فكنتي، نبقاو غير حنا بجوج، المطعم ديالنا، الفلوس ديالنا، نبقاو غير حنا. قالت ليه واخا. صافي السيده طلقت الخدمه ديالها، بركت مع راجلها، بداو تيديروا شي اكلات اخرين ما كانش يديرهم. الخدمه عندهم زوينه تما في المطعم.
الناس تيدخلوا عندهم بزاف. المهم بداو تيجمعوا فليسات، جات العطله مشاو للمغرب. بدات تتهضر هكا مع باها، قالت ليه با بغينا الا بانت لك شي ارض هنايا بغينا نشريو شي ارض باش نبنيوها. قال ليها باها واخا انا غادي نشوف. باه بقى تيسول حتى لقى واحد الارض كبيره تتباع بالرخا، مولاها محتاج الفلوس ضروري. قالها ليها، قالت لي صافي با واخا شراها. هي نيت في الباديه ولكن جات قريبه للطريق، والمهم زوينه ديك الارض. شراها، مشاو رجعوا للطاليان. المهم ولدت وليداتها، بدات تجمع فلوس وتصيفط ليه، وقالت ليه با بني لي شي فيلا ودير لي شي حاجه شي مشروع تما. تخدم مسكينه وتصيفط ليه، تخدم لا هي لا راجلها، تيجمعوا الفلوس ويصيفطوا ليه، يجمعوا الفلوس ويصيفطوا ليه، وهو تيبني. بنا الفيلا، ديك الفيلا اللي داز من حداها تيبقى حال فمو، زوينه، اتتها زوين، كلشي دارو هو هذاك زوين. وهو يدير واحد الفيرما ملاصقه مع الفيلا تما، فيرما دار فيها حاشاكم البهايم، دار البقر، دار الحواله، دار. المهم هو يبدا تيبيع ويشري في داك البقر وداك الخرفان، بدا تيبيع ويشري، تعرف على تجار كبار، ولا السيد ولا تاجر كبير. الاولاد ولادو كبروا وهي مسكينه فرحانه، وتتصل بيه وتيقول لها بنتي راه فلوسك راهم في امان، ما تخمي حتى الحاجه. صافي هي هذيك بقات مسكينه فرحانه، وهي تبدا تفكر، تتقول امتى غادي قالت لراجلها امتى غادي ندخلوا خلاص المغرب، بارك علينا من الخارج، صافي عندنا رزقنا، ربا قال لي راه خدام مزيان، يعني التجاره ماشيه مزيان، نمشيو ونكملوا حنا. قال لها واخا. هي هذيك صافي طلقوا داك المطعم، عطاوه لواحد السوري، جمعوا حويجاتهم، قادوا الامور ديالهم كامله اللي تما، صافي وما يدخلوا بحالهم المغرب. جات مرحب بها باها، والعلم ان امها كانت ماتت مسكينه، بقى غير باها وخوتها كبروا. المهم جات مرحب بها باها، قال لها مرحبا بك بنتي. صافي بقات عايشه مع باها. شنو هي من شحال هادي كانت تتصيفط لباها، وقالت ليه بني شي دار لك ولخوتي. بنا باها الدار واتتها غير تما حداها قريب ليها، ولكن شافتو ما بغاش يخرج من تما. تتقول لا لهنا با يمشي لدارو هو وخوتي، لا لهنا والو. داك السيد ما بغاش يمشي من تما. هو يقول لها راجلها واش باك غادي يبقى معانا، انا بغيت الحريه ديالي، يعني بغيت نبقى غير انا وياك ووليداتنا. وهي تقول لي صافي دابا نقولها ليه. وهي تقول ليه، قالت ليه با ياك الدار اللي بنيتي مزيانه، ياك مأتة كلشي فيها. قال لها واه بنتي كلشي فيها. قالت ليه هو با سيروا تما، راه راجلي راه بغى يبقى زعما بوحدو في الدار. هو يقول لها قال لها اش من دار؟ قالت ليه هو الفيلا ديالي با. قال لها واش انت حمقى شم فيلا؟ قالت ليه علاه با، على هادي ماشي الفيلا ديالي وبسميتي. قال لها اش تقولي؟ قال لها لا، ملي كنتي انت في الطاليان كنتي مبرعه مع راساتك. وشوف العقليه ديال الاباء، بعض الاباء الله يخليها سلعه. ملي كنتي انت في الطاليان مبرعه مع راسك، انا كنت نضرب تماره، انا اللي بنيتها وانا اللي اتتها وانا اللي درت الفيرما وانا اللي درت، تشاركت مع التجار، كنت نبيع ونشري معاهم، تعرفت عليهم، وانا اللي كبرت راسي، وانا اللي درت. قالت لي ياك با؟ قال لها ايوا. بقات مسكينه تشادو مني منك، راجلها حتى هو طلع عليه الدم. والبنت مسكينه كانت تشوف خوتها بالطوموبيلات، يعني هما بجوج كل واحد طوموبيلته، وتيسهروا وتيخرجوا، يعني مبرعين بالفلوس. صافي تتقول ماشي مشكل، راهم حتى هما خدامين، ماشي مشكل فلوسهم هادوك. ايوا هو يصدمها باها. جات مسكينه قال لها راجلها بقاتي يعير، قال لها
باك شفار، خوتك شفارة، نتوما ماشي عائله مزيانه، وراكم عارفين وحده منا ما غاديش ترضى، يعني غتشد داكشي بخاطرها، والحقاش عنده الحق. صافي مسكينه ما تتجاوبوش، قال لها باها سيروا نتوما لديك الدار اللي بغيتيني نمشي ليها انا، سيروا. المهم هزت وليداتها مشات لتما، بقات شي ايامات، قال لها راجلها ما نبركوش هنا، يلاه غادي لا بركن هنا غندير شي جريمه، غنرتكب شي جريمه، يلاه يمشي. مشات مسكينه، مشات عند خالتها ظريفه درويشه، مشات بركت معاه حتى يشوفوا يقادوا الامور ديالهم، يشوفوا شنو غادي يديروا. صافي بقات باركه معاها هي ووليداتها وراجلها. واحد النهار هو يقول لها راجلها انا غنمشي نرجع للطاليان، نقاد الامور ديالي تما، نشوف تاني نكري ونشوف شنو غندير، وغادي نصيفط لك تجي انت والدراري. قالت ليه واخا صافي سير. هو يمشي مسكين. بقات هي وليداتها عند خالة امها، بقاو تما مع خالتها. وهي تمرض، بدات تتمرض، مرضت بالعصب مسكينه، ولات عصبيه وطلع عليها السكر، ولات حالتها ما بقاتش هي هذيك. واحد النهار غاديه مسكينه عند الطبيب، مرضات غاديه عند الطبيب وهي تسخف وهي تطيح في الطريق. عيطوا الناس لومبيلونس، جات لومبيلونس، ماتت مسكينه في الطريق، ما غاديه بها لومبيلونس السبيطار، ماتت لهم في الطريق. صافي راجلها سمع اخبار، جا مسكين تيجري، بقى فيه الحال، تفقس. وصافي دار هز وليداتو ومشى داهم للطاليان، رجع بحالو للطاليان. ايوا رجع ليكم للاب والدراري. خوتها تشادوا على شي فلوس، بقاو منك تيتعايروا، يلاه لا على الفلوس، بقاو تيتعايروا يلاه. واحد هز فاس وهو يضرب خوه للراس، هو يموت، طاح في بلاصتو مات. جاو البوليس، واحد داوه للروضه، واحد داوه للحبس. والاب عمى من عينو، بقى بوحدو في ديك الدار، ما بقى ما عنده لا حنين لا رحيم، بقى بوحدو، ما كاينش اللي تيمد ليه حتى كاز الماء. ايوا خوتي اش غنقول لكم، هذه هي قصتنا تدور في الخاطر، ونوصيكم على واحد الحاجه اللي في الخارج، ما تيقوش فلوسكم يبقاو عندكم، ما تكلفوا حد، واخا والديكم. كاين بعض الاباء مزيانين، وراه انايا عندي اختي راجلها نيت كان خدام برا، تيصيفط لباه الفلوس، قال لي با بني ليا شي دار، بنا ليه باه الدار. الاخر ملي جا مسكين ناضوا ليه خوتو، قالوا ليه الدار ديال بانا ماشي ديالك، باه كان مات. لو كان ما الام ديالو شهدت في المحكمه ما دعاوه، لو كان ما شهدتش في المحكمه بان الدار ديال ولدها كانت تيصيفط فلوس لباه، ما غاديش ياخذها. وهذه هي قصتنا اليوم، والى قصه اخرى ان شاء الله.